ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ بازازة الزيت دي تعالوا نشوف هنعمل زينة رمضان وفوانيس رمضان تحفة. اتفرجوا على الفيديو للاخر علشان تشوفوا احنا وصلنا لايه، والنتيجة الروعة هتعجبكم قوي باذن الله. اول حاجة انا خدت القاعدة بس بتاعت ازازة الزيت دي، ودي هتبقى عندي قاعدة الفانوس، وسويتها كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بدأت اخد مكيال من الجبس ومكيال من الاسمنت الابيض، وكده كده انا مش محتاجة اظبط المقادير قوي بتاعتهم، لان انا مش هحتاج اطلعهم من البلاستيك. ودي عصيان شيش، كل الحكاية ان انا هشيل الطرف بتاعهم والزق الثلاث عصايات في بعض زي ما انتم شايفين كده بمسدس الشمع، وهثبتهم بالطريقة دي من الناحيتين. انا عايزة اثبتهم لان انا بعد كده هغلفهم بحبل الخيش زي ما انتم شايفين كده، فكنت محتاجة ان هم يثبتوا مع بعض عشان يبقى الفينش بتاعهم تمام. هغلفهم بقى بحبل الخيش لحد الاخر، وما احتاجتش قوي ان انا احط شمع، لان هو طبعا هيبقى ماسك نفسه. كل الحكاية ببدأ احط شمع بس في الاول وفي الاخر، غير كده هو كده كده ماسك طبعا في العصاية. في الاخر هنا هبدأ احط شمع وهقص الزيادة اللي انا مش محتاجاها. وتعالوا نشوف الخطوة اللي بعد كده هنعمل ايه. كده العصاية اللي معايا دي جاهزة. هبدأ بعد كده بقى ازود المية على الخليط اللي انا عملته ده. طبعا انا ما زودتش المية في الاول، علشان على ما كنت هعمل العصاية كان هيبقى الجبس والاسمنت نشف، ومش هعرف اثبت فيهم العصاية دي لان هما بينشفوا بسرعة. هركن بقى دي كده على جنب لحد ما تنشف. وبعد كده هبدأ اعمل بالطوق بتاع المراية اللي انا عملت بيه الفيديو المرة اللي فاتت نص دايرة، واحركه شوية واعمل نص دايرة تانية عشان يطلع معايا شكل الهلال. وهبدأ اقص الهلال ده بالمقص كده. الفكرة سهلة خالص وبسيطة، واي حد يقدر يعملها من خامات موجودة في كل بيت. قصيت الهلال الاولاني وظبطته كده بالمقص بالشكل ده. وبعد كده عشان اضمن ان الهلال التاني هيبقى زيه بالظبط، حطيته على الكرتونة وقصيت الهلال التاني عليه عشان مرجعش اساوي تاني، يبقى هما الاتنين مرة واحدة اتقصوا على بعض بالشكل ده. القناة عليها افكار كتيرة جدا، فلو مش مشتركين في القناة ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اي فكرة جديدة انا بعملها. وما تنسوش اللايك والشير عشان اصحابكم يشوفوا نفس الافكار دي. كده تمام. بعد كده هغلف الهلال ده برضو بحبل الخيش. هثبت برضو الطرف الاولاني بالشمع. وبعد كده هبدأ الف الخيش عليه. في المرحلة دي انا مش هحتاج شمع قوي، بس في النهاية هحتاج برضو عشان يبقى ثابت معايا زي ما انتوا شايفين كده. كده تمام. الديكور اللي انتوا هتشوفوه بتاع رمضان اللي في النهاية ده، انا شفته في مكان بيتباع بمبلغ كبير جدا وقررت ان انا اعمله. فياريت تشوفوا الفيديو للاخر وتنفذوه، مش هيكلف معاكم اي حاجة، وهيبقى يعني زينة مميزة جدا لرمضان. فتابعوا الفيديو للاخر عشان تعملوا الخطوات صح. واللي يعمل الفكرة ياريت يبعتلي في الكومنتات صور الفكرة، علشان افرح كده ان انتوا بتنفذوا الحاجات اللي انا بعملها دي. هبدأ اغلف القاعدة بتاعتي، عشان كده انا محتاجتش اصنفرها لان كده كده برضو انا هغلفها بالجبس. بس انا هغلفها بالحبل الخيش. بس انا حبيت ان انا اعملها بالجبس عشان تبقى تقيلة ما يقعش مني يعني الديكور. لو خفيفة هيقع، فطبعا الجبس ده هيخليها تقيلة وهتبقى ثابتة قوي. غلفتها كده بحبل الخيش زي ما انتوا شايفين. هكمل للاخر، وطبعا في المرحلة دي كل شوية بحط شمع عشان يبقى ثابت ومنظم معايا ويبقى الفينش بتاعه تمام. كده تمام. هشيل الجزء بقى اللي انا مش هحتاجه ده. بعد كده هثبت الهلال فيها كده من فوق بمسدس الشمع برضو، وهستنى شوية كده لما يثبت همسكه شوية. وبعد كده
ممكن نستكفى بيه كده، وممكن تكملوا زي ما انا عملت كده. رسمت دايرة على كرتونة، انا هحتاج دايرتين من دول باحجام مختلفة. هنا واحدة، وهثبت فوقيها واحدة تانية بحجم اصغر. غلفتها برضو بخيط الخيش كده، بنفس حبل الخيش اللي انا بستخدمه الحاجة هستخدمه للفكرة كلها. والدايرة التانية برضو هغلفها كده برضو بحبل الخيش. وهثبت برضو مسدس الشمع كده كل شوية عشان يبقى معايا الشكل في النهاية منظم كده. تمام. بعد ما بثبت اخر طرف طبعا بشيل الزيادة، ولو في اي زيادات في الكرتونة بشيلها عادي، مفيش مشكلة بالمقص. كده بقت معايا تمام خلاص. هثبتها برضو في العصاية اللي عندي، وبقى ده شكلها النهائي. ايه رأيكم؟ كل سنة وانتم طيبين. لو مش مشتركين في القناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اي فكرة جديدة انا بعملها. وهنا انا ثبت عليها اللي هي الاضاءة الصغيرة دي بتاعت رمضان، وبقى ده شكلها النهائي تحفة بمعنى الكلمة. ايه رأيكم؟ مستنية رأيكم في الكومنتات، واستنوني في فيديو جديد وفكرة جديدة. رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين.